أهلا وسهلا بيكم وجولة جديدة من جولاتنا، جولات اسكندرانية. النهاردة احنا في سوق خالد بن الوليد وهنتفرج على حاجات كتير وجولتنا جميلة. كملوا الجولة هتعجبكم. طبعا بنتفرج ايه اللي بيتباع هناك والأجواء عاملة ازاي زي ما احنا شايفين. بصوا هنا البنطلونات 100 جنيه، 85. طبعا اللبس الرجالي، محلات الملابس. النهاردة بقى الأجواء الشارع زحمة جدا، شارع خالد بن الوليد. الشارع ده طبعا مهم جدا في اسكندرية لأنه سوق تجاري كبير جدا، كله مليان بالملابس، ملابس البيت والخروج. بص العبايات الجميلة دي، بص العبايات دي ب150 جنيه زي ما احنا شايفين الألوانات. بصوا عبايات للبيت 150 جنيه، كمان عشان رمضان بقى. والإسدالات برضو 150 جنيه. وهنا البنطلونات الرجالي وعليهم برضو التيشيرتات، جميع ملابس الرجالي فرشين بيها بقى كده طول ما انتوا ماشيين. بصوا الشارع زحمة النهاردة جامد. بصوا بنطلونات طبعا للبيت. طبعا سوق ميامي معروف من أجمل أسواق اسكندرية. بصوا ملابس للأطفال، بصوا 45 الجمال. بصوا البيجامات وجمالها، طبعا لو عايزين بقى للوقفة وللعيد. بصوا الجمال، بصوا الأشكال ب45 جنيه. الجمال ده حاجات كمان صيفي وخريفي. بصوا طول ما انتوا ماشيين فرشين بس بحاجات بيبيعوها، حتى الحزمة زي ما احنا شايفين. بصوا الشرابات والطرح. طبعا هنا بلوزات وفي تصفيات بقى للشتاء، حاجات جميلة وأسعار رخيصة. عشان كده دايما بتلاقوا السوق ده زحمة، مش في الصيف بس كمان في الشتاء. يعني في الصيف كمان بيبقى أزحم طبعا مع المصيفين. بصوا، بصوا كلها حاجات بتتباع، كل حاجة تخطر على بالك تلاقيها في سوق خالد بن الوليد. المكياج، الاكسسوارات. بصي، بصي الكوتشيات وجمالها. أغلى كوتشي ممكن تلاقيه 150 جنيه. بصي الطرح جميع الأشكال. وهنا برضو بنطلونات بصي ب35. بصي الأسعار والجمال، بيجامات صيفي جميلة وأدوات منزلية. من الناحية التانية بصوا هنا بقى المحلات، محلات الطرح ومحلات الملابس والأحذية، حتى لعب الأطفال لها محلات. شارع خالد بن الوليد في منتهى الجمال. بصوا